الاهلي يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجي 1-0. وطبعا الناس مستغربة ان الماتش خلاص 1-0، وتقول لك ان لما هو كسب في الترجي هناك 3 ازاي يكسب في مصر 1-0. صراحة كولر عالمي، يعني كولر عالمي. خد اللي هو عايزه من الماتش، بدل ما يكسب كتير ومش عارفة ايه. هو فرجك على كورة حلوة. كنت بحس اني بتفرج على مانشستر سيتي امبارح ولعب الماتش على قد الاداء. ليه اتعب لعيبتي لو هو في ماتشات تانية وانا كده كده ضامن ان انا اتأهل؟ ليه اتعبهم واحطهم في صراعات وحوارات كتير ملهاش لازمة؟ فالعب على قد الماتش واخد الماتش وخلاص. وفي نفس الوقت افكر الماتشات الجايه والحاجات اللي جايه. وده هتلاقيه ان اكتر الماتشات اللي الاهلي بيلعبها دايما الخمس تغييرات بيحصلوا عشان يريح اللعيبه بتاعته. فكولر على يعني بنسبه كبيره فاهم افريقيا بتلعب ازاي. وعنده مشكله وعارف ان الاهلي عنده مشكله قبل ما يجي، ان الاهلي دايما اللعيبه بتاعته بتستنفذ. فدايما بقى بيعمل روتيشن ويغير اللعيبه ويلاعب لعيبه كتير. طبعا مبروك الاهلي، والنهارده هنشوفه صن داونز هيلعب مع الوداد وهيعمل ايه. بس ان شاء الله صن